رمضان ولا الدراسة؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. أنا منى وده فيديو جديد النهاردة. فيديو النهاردة هشارك معاكم طريقتين علشان نقدر ان احنا ننظم وقتنا ما بين رمضان والدراسة والمذاكرة والدروس وكل حاجة احنا عايزين نعملها في رمضان. كل طلاب دلوقتي بيبدأوا ان هم يفكروا انا هعمل ايه في شهر رمضان، انا هصحى بدري ازاي وانزل الدروس، وفي نفس الوقت كمان عايز ان انا التزم في الصلاة، عايز ان انا اصلي التراويح، ودلوقتي عايز اذاكر كمان بالذات ثانوية عامة قدامهم شهرين بالظبط ان هم يلحقوا يخلصوا كل المناهج بتاعتهم علشان يروحوا الامتحانات يكونوا كل حاجة تمام. فهل هنضيع شهر رمضان في المذاكرة او ان احنا مش هنذاكر خالص؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهارده. طبعا كل شخص بيكون مختلف في وقت الدراسة بتاعته، سواء في ان هو يذاكر الصبح او ان هو يذاكر بالليل. ده بيكون في الايام العادية مش بس في رمضان. فانا حبيت ان انا اعمل لكم جدولين، جدول للصبح حد يذاكر الصبح، وجدول ان احنا نذاكر فيه بالليل. كل واحد بيختار الجدول اللي هو حبه. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي علشان اسهل الموضوع عليكم اكتر؟ انا عملت لكم الجدول او عملت لكم الهيئه بتاعه الجدول على شكل PDF، هسيبها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تقدروا انكم تطبعوها وتبداوا تكتبوا فيها كل الكلام اللي انا هقولها لكم ده، علشان تقدروا انكم تشوفوا الجدول قدامكم ويكون جاهز معاكم. مش هتحتاجوا بقى انكم تسطروا وتجيبوا الوان والاقلام والكلام ده كله. يا دوب بس هتطبعوا الورقه وتبداوا تكتبوا فيها الجدول اللي انا هتكلم فيه معاكم. قبل ما اكمل الفيديو بتمنى اي حد يشوف الفيديو يعمل سبسكرايب للقناه، لان خلاص قربنا ان احنا نوصل 1000 مشترك. ده طبعا حاجه هتفرحني جدا، فاي حد بيشوف الفيديو يعمل سبسكرايب، لان كتير جدا من اللي بيشوف الفيديو بيكونوا من بره القناه، فليه مش بتعملوا سبسكرايب؟ اول حاجه الجدول الصباحي هيكون في بدايته هتكون من الساعه 3 صباحا، اللي هو بيكون وقت السحور، لحد الساعة 6 مساء، اللي هو الوقت اللي بيكون قبل الفطار. ده الجدول الصباحي. هنحاول ان احنا نضبط كل حاجة في الوقت ده، بحيث ان احنا من الساعة 6 لحد مثلا الساعة 10 ده يكون وقت فاضي لينا، ان احنا نقدر نقعد مع العيلة بتاعتنا نستمتع بالأجواء الرمضانية. بعد كده من الساعة 10 لحد الساعة 3 نكون اخدين الكفاية بتاعتنا من النوم، ونبدأ ان احنا نصحى الساعة 3 نتسحر، وبعد كده نبدأ ان احنا نذاكر وننزل الدروس بتاعتنا ونخلص كل محاضراتنا ونرجع تاني نكمل اليوم الرمضاني بتاعنا بشكل كافي. طيب بالنسبة كمان للجدول المسائي، يكون البداية بتاعته من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 4 مساء. ده أصحى من الساعة 9. من الساعة 9 هبدأ ان انا أذاكر أو أنزل الكلية أو المدرسة أو الدروس أو أي حاجة، او في الوقت ده لو انا مش هنزل ابدا ان انا اذاكر فيه. وفي الوقت اللي هو من بعد الفطار، يعني من الساعة 10 للساعة 3 انا هكون بذاكر في الوقت ده، وبعد كده هنام من الساعة 3 لحد الساعة 9 الصبح. فانا بحاول ان انا اظبط الجدول على حسب انا هكون مرتاحة امتى او انا عايزة انام امتى. وبعد رمضان كل ده بنرجع اللي احنا لحياتنا الطبيعية تماما، وبنخلص بنسيب الجدول ده على جنب. من الساعة 10 لحد الساعة 3 الصبح ده هيكون وقت الدراسة بتاعي. وطبعا احنا عارفين من ساعة الفطار لحد الساعة 10 ده هيكون الوقت الرمضاني، وبعد كده هبدأ دراسة من الساعة 10 لحد الساعة 3 الصبح. ده بالنسبة للجدولين. ممكن ان احنا هنمشي مثلا اسبوع على الجدول الصباحي واسبوع على الجدول المسائي، على حسب الاوقات اللي احنا هننزل فيها من البيت. ان طبعا الدروس بتكون الصبح بدري، ممكن تكون الساعة 9 الصبح او 8 الصبح، على حسب ما انا شايفة الدروس بتاعتي امتى. هبدأ ان انا اظبط الميعاد بتاع المذاكرة على اساس الوقت بتاع الدروس. ممكن انكم تطبعوا 30 ورقة من الPDF اللي انتوا هتطبعوه بتاع الجدول، او انكم تعملوا طريقة تانية، تجيبوا لزق يكون شفاف وتلزقوه على الورقة بحيث ان هو يتحول كأنه سبورة، وتستخدموا القلم السبورة انكم تكتبوا الساعة وتكتبوا المهمة اللي انتوا هتعملوا فيها في الساعة دي، وبعد كده تمسحوها وتاني يوم تبدأوا انكم تكتبوا من الاول. عايزة اقول حاجة دلوقتي في كذا حد ممكن ان هو يفكر فيه. لو احنا دلوقتي في عندنا عزومات في رمضان او عازمين حد، انا ازاي هطبق الجدول ده؟
طبعا الجدول هيضيع. عايزة اقول لكم ان الجدول مش هي او العزومة مش هتكون موجودة كل يوم، فيوم واحد من غير دراسة مش هيفرق كتير، او يوم مثلا 3 ساعات اللي انا قاعدة فيهم مع العيلة دول اللي مش هيسقطوني في الامتحان. لازم اللي احنا ندي الاولوية لشهر رمضان والعبادة في شهر رمضان، والدراسة احنا بنأدي الدراسة لان دي مهمة علينا، مينفعش اللي احنا نتغاضى عليها، وفي نفس الوقت مينفعش اللي احنا نغطي عليها في رمضان. فلازم ان احنا نعمل توازن ما بينهم، اللي احنا نقضي العبادات بتاعتنا وفي نفس الوقت نقضي المهمة بتاعتنا اللي هي شهر رمضان والمذاكرة، وفي نفس الوقت كمان اللي احنا منجيش على رمضان على حساب المذاكرة. وبس كده، هو ده فيديو النهارده، بتمنى يكون عجبكم. بس متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وده حساب انستجرام متنسوش تعملوا فولو هناك. اشوفكم الفيديو على خير، كونوا بخير، الى اللقاء.